طب وكيف اخليه يعبر او كيف اكسبه؟ عشان تخليه يعبر لك عن حقيقة مشاعره، ده لو في مشاعر تجاهك، او تكسبيه زي ما انت عايزة، او زي ما بتقولي يعني في سؤالك. مهم جدا الاول، وزي دايما بقولها، تتأكدي من حقيقة مشاعره تجاهك. هتعرفيها ازاي؟ من نظراته، من انه يكون متواجد في المكان اللي انت موجودة فيه دايما، ابتساماته. طبعا نظراته وابتساماته غير اي حد. يعني لو انتوا زملاء عمل او دراسة هتلاقي في اهتمام كده من نوع خاص، مش شرط ان يصرح لك. حلو كده. خلاص خلصنا من النقطة دي، وعرفنا وتأكدنا من حقيقة مشاعره تجاهنا. التزامك واحترامك لنفسك ده مهم جدا، وانك ما تقلليش من نفسك قدام نفسك وقدامه. دي حاجتين مهمين جدا قبل ما اقول لك باقي اجابة السؤال يعني. خلاص كده تمام. الاهتمام، اهتمامك بيه، اهتمامك بيه هيكون ازاي؟ على شكل كده اسئله، انك تعرفي هواياته ايه، بيحب ايه، بيكره ايه. السؤال تساليه عن مستقبله، ناوي تعمل ايه بعد ما تتخرج، او ناوي تعمل ايه في شغلك، ناوي تطور نفسك ازاي في شغلك، ناوي تكبر في شغلك ازاي، مواصفات شريكة حياتك، كل الحاجات دي. اسئله تكون عامه عشان ما تنزليش من قيمه نفسك. ما ينفعش ان انت تصرحي له ابدا تقولي له انا معجبه بيك او بحبك، اوعي تعملي كده. تمام. مع الوقت انت بتشجعيه بطريقه غير مباشره بانه يفتح كلام معاكي. مهم جدا ان يطمن لك، ده برضو شيء مهم. يعني لو قلق منك مش هيتناقش معاكي ومش هيفتح لك قلبه. تمام. وبالتوفيق.